أهلا بيكم في حلقة جديدة لرفع الوعي والطاقة. النهاردة موضوع حلقتنا عن حاجة ممكن تكونوا سمعتوا عنها قبل كده بس مش دايما فاهمينها بعمق. التوكيدات والسبليمينال ازاي بيأثروا فينا وازاي ممكن يغيروا حياتنا فعلا من غير ما نحس. أول حاجة، يعني ايه توكيدات؟ التوكيدات ببساطة هي جمل إيجابية بنكررها لنفسنا بصوت عالي أو داخلي. الهدف منها إننا نبرمج عقلنا الباطن على حاجة إيجابية ونغير المعتقدات السلبية اللي ممكن تكون اتزرعت فينا من سنين. الجمل دي بتبقى جمل إيجابية، يعني مثلا أنا أستحق الحب، أنا ناجح وجاذب للفرص، أنا في حالة انسجام تام مع الكون. وكل ما التوكيدات دي بتكررها بإحساس وإيمان بتتخزن جواك، ومع الوقت بيغير الكيمياء بتاع دماغك، طريقة تعاملك مع العالم. طب والسبليمينال؟ السبليمينال هو نسخة متطورة أكتر وذكية جدا. هي بتبقى رسائل برضو متسجلة بس بصوت واطي جدا، بتبقى مخفية صوتيا، يعني مش بتسمعها بوضوح، لكنها بتدخل لعقلك الباطن من غير أي مقاومة منك، علشان المخ مش بيفلترها، فبتدخل على طول وبتبدأ تشتغل. الرسائل دي بتتسجل في خلفية موسيقية أو أصوات طبيعة، برضو زي التأكيدات بالظبط. أنا واثق من نفسي، أنا جذاب ومحبوب، جسمي مثالي ومتناغم، حاجات زي كده. وانت بتسمع عقلك الواعي بيكون مرتاح، لكن الباطن بيبقى شغال بكل قوته. السبليمينال ليه أنواع، في النوع المسموع اللي أنا لسه شرحاه من شوية، والرسائل فيه بتكون بصوت منخفض جدا، أقل من قدرة الأذن الواعية على التقاطه، لكن العقل الباطن بيفهمها وبيخزنها. في كمان سبليمينالز بطبقة صوت واحدة أو طبقات متعددة، يعني كذا جملة في نفس الوقت، وده بيزود التأثير جدا. تاني نوع هو السبليمينال المرئي، وده بيكون عبارة عن صورة أو كلمات بتتعرض بسرعة جدا على شاشة لدرجة إن العين ما بتلقطهاش، بس العقل الباطن بيلقطها. يعني العقل الواعي مش بيلاحظها، لكن العقل الباطن هو اللي بيسجلها. مثال بسيط، فيديو فيه صورة سريعة جدا لكلمة زي نجاح، وفرة، حب، طاقة، أو صورة لأشخاص ناجحين، أو مشاهد بتحفز الإحساس بالإنجاز. في ناس دايما بيدمجوا النوعين مع بعض، صوت وصورة، وده بيدي تأثير قوي جدا، أقوى بكتير لما يكون بس مسموع أو بس مرئي. بس في تنبيه مهم جدا، علشان السبليمينال يدخل عقلك الباطن بسهولة لازم تكون الرسائل اللي جواه نظيفة وأمنة 100%. للأسف في بعض الفيديوهات على الإنترنت بتكون فيها توكيدات مش واضحة أو نوايا خفية، ممكن تسبب اضطرابات نفسية أو طاقة سلبية للمستمع، وممكن كمان بتكون غير مقصودة. اللي بيسجل السبليمينال ده بيعملها وهو طاقته قليلة، وده بيأثر على السبليمينال خصوصا لو بيسجله بصوته. وعلشان كده اوعى تسمع أي سبليمينال من مصدر مش موثوق. وأنا عشان كده إن شاء الله هبدأ أنزل فيديوهات آمنة تماما فيها توكيدات مسموعة واضحة وسبليمينالز عن مواضيع مختلفة زي الثقة بالنفس والجاذبية والشفاء والوفرة، وكلها هتكون بنية صافية جدا، وهتأكد قبلها ان طاقتي في اعلى مستوياتها قبل ما ابدأ اسجلها. وكمان هسجلها بصوتي مش بالذكاء الاصطناعي، علشان اضمن ان هي تكون طاقة نقية وبلسان عربي واضح تقدروا تاخدوا منها اقصى استفادة. تابعوا الحلقات اللي جاية ان شاء الله عشان نستقبل مع بعض اعلى نسخة من نفسنا. دلوقتي هقول لكم ازاي نسمع السبليمينال بالطريقة الصح. علشان تستفيد فعلا من السبليمينال في 3 شروط اساسية. اول حاجة الايمان الكامل بالنتيجة، اسمع وانت مصدق مش شاكك، نيتك هي المفتاح اللي بيفتح ابواب البرمجة. تاني حاجة عدد المرات، كل ما زادت مرات الاستماع كل ما كانت النتيجة اقوى، يعني 2 أو 3 مرات في اليوم ممتازين جدا. الاستمرار حتى بعد ما تشوف نتيجة، حتى لو لاحظت نتيجة بعد أسبوع كمل على الأقل شهر علشان البرمجة تثبت، لأن لو وقفت بدري ممكن النتيجة دي تكون مؤقتة، لكن لو كملت بتتحول لعادات راسخة وأبدية. امتى أفضل وقت نسمع فيه التوكيدات أو السبليمينال؟ بالنسبة للسبليمينال تقدر تسمعه في أي وقت، وانت بتشتغل، بتتمشى، بتسترخي، أو حتى بتعمل تمارين، لكن أقوى تأثير بيكون أثناء النوم، لأن العقل الواعي بيكون في أقل نشاط ليه، أما العقل الباطن فبيبقى في أعلى نشاط ليه. التوكيدات بقى أفضل وقت ليها هو قبل النوم مباشرة أو أثناء النوم برضو، يعني وانت كده خلاص كابس عليك النوم وبتتاوب وداخل السرير خلاص تبدأ تسمعها، أو الصبح أول ما تصحى. لكن ما ينفعش تسمعهم أثناء اليوم عادي، مش علشان حاجة، علشان العقل الواعي بيكون في أعلى نشاطه، فبيبدأ يقاوم الرسائل دي. يعني مثلا لو سمعت توكيد بيقولك أنا غني وانت أصلا مديون،
العقل هنا هيبدأ يطرح أسئلة، طب ازاي؟ طب طالما انت غني ليه مش عارف تدفع ديونك؟ هتطرح أسئلة في الآخر إجابتها هتقول لأ انت مش غني. فعقلك هيقدر يثبت ان انت عكس كده، فمش عارف يتبرمج على طاقة الغنى. طيب مين يقدر يستخدم التوكيدات أو السبليمينال؟ أي حد، حرفيا أي حد، من أول الأجنة وهم لسه في بطن أمهم لحد أي سن، لأن العقل الباطن شغال من أول يوم وبيفهم الطاقة والتكرار والإحساس حتى لو الطفل مش واعي للكلام. يعني ينفع للأمهات يسمعوا سبليمينال وهم حوامل أو يشغلوا توكيدات حوالين الطفل. طيب هل بيأثروا فعلا على DNA؟ أيوة، في أبحاث بتقول إن التوكيدات والمشاعر والتكرار ممكن يأثروا على الجينات، يعني ممكن يفعلوا جينات الشفاء أو يوقفوا جينات المرض. الكلام اللي بتقوله لنفسك مش بس بيأثر على مودك، ده ممكن يبرمج جسمك من جوه فعلا. هديكم مثال بسيط جدا يثبت لكم الموضوع ده. لو انت صاحي من النوم في يوم طبيعي جدا، أول ما نزلت تروح الشغل قابلت زميلك، أول ما شافك قالك ايه ده انت وشك أصفر كده ليه؟ انت تعبان؟ انت كويس؟ هيقعد يسألك، وخصوصا بقى لو جه حد تاني وقالك نفس الملحوظة دي وانت مش حاسس انك فيك حاجة، بس هما قعدوا يقولك انت وشك أصفر، انت تعبان، شكلك تعبان. ساعتها هتحس بالتعب حتى لو انت مفيش فيك حاجة، هتشك، والشك ده هيبدأ يتبرمج في عقلك ويأثر على الجينات، وممكن وقتها فعلا تحس بالتعب. امتى أبدأ ألاحظ النتيجة؟ في ناس بتحس بتغيير من أول أسبوع، وناس تانية بياخد وقت أكتر حسب المعتقدات القديمة وقد إيه هي متبرمجة أو محفورة في العقل. لكن المفتاح هو الإيمان، الاستمرار، الإحساس. إزاي تقدر تكتب توكيداتك الخاصة؟ أول حاجة حدد الجانب اللي أنت محتاج تكتب عنه التوكيدات دي، يعني مثلا الثقة بالنفس. تاني حاجة اكتب التوكيد بصيغة الحاضر، يعني مثلا أنا دلوقتي واثق من نفسي. تالت حاجة خليه إيجابي وواضح. رابع حاجة كرره كل يوم بصوتك أو اكتبه في دفتر مخصوص. ملحوظة مهمة جدا، ما ينفعش تقول أنا مش فاشل وبدلها تقول أنا ناجح، لأن العقل الباطن مش بيفهم أدوات النفي، بياخد الكلمة زي ما هي. ولو قلت هبقى غني، ده بيوصله إنك لسه فقير، وهيفضل حطك في وعي الفقير لحد ما تغير التوكيد ده وتبقى أنا غني، لأن كل مرة بتقوله هبقى فإمتى هتبقى؟ فالتوكيد هيكون في الحاضر، فهنقول أنا غني دلوقتي. جسمك وعقلك ساعتها هيتبرمجوا على الإحساس ده كأنه واقع، وهتبدأ تفكر بعقلية الغني. طيب إيه الفرق في التأثير بين التوكيدات والسبليمينال؟ التوكيدات بتدخل على العقل الواعي الأول، وده بيبدأ يحللها، لأن العقل الواعي بيحلل، فلو مش مصدقها ممكن يرفضها أو يجيب حتى نتيجة عكسية. لكن السبليمينال بيدخل على العقل الباطن على طول، والعقل الباطن مش بيحلل، بياخد الكلام زي ما هو، وده بيخليه أسرع في بعض الحالات، خصوصا لو في مقاومة داخلية للتوكيد اللي انت هتقوله. امتى نستخدم التوكيد بأمان؟ لما التوكيد يكون واقعي وقريب من الحقيقة، لما تكون في حالة استرخاء. كمان ممكن تبدأ بتوكيدات انتقالية زي أنا في طريقي للنجاح، أو إنك تقول يوم عن يوم نجاحي بيزيد، أو مثلا أنا كل يوم بثبت لنفسي إني قادر. دي بتساعد العقل يقبل البرمجة الجديدة من غير أي مقاومة. لو الحلقة دي عجبتك اعمل لايك وسيبلي في التعليقات ايه أكتر توكيد إيجابي تحب تكرره لنفسك، ولو عايزني أعمل لكم توكيدات وسبليمينال تحب الموضوع يكون عن ايه.